بقول لك ايه، ما تقول لها ترحمنا النهارده من افتكاساتها ونقضيها سندوتشات، ويا بخت منظار وخفف. هو احنا اللي هنعيد ونزيده؟ في ايه؟ ما قلنا سلم لها نفسك بقى. طب افهم بس، بقالها ساعة بتحمر في عيش شامي وعمالة تطلع من التلاجة زبادي وطحينة وحاجات غريبة مش عارف ايه علاقتها ببعض. هو انت مش بتاع الاصيل برضو وبتاع من فتقة دي متاه واللوكلوك ده كله؟ خلاص الست هتظبطك وهتعملك فتة. فتة؟ رحمتك يا رب، ودي تيجي ازاي بس يا رب؟ يعني على اخر ايام يحصل لي كده؟ فتة وفتة فول كمان، يعني مش اي فتة، دي بالزبادي والطحينة، يعني مش اي ولا زي يا عم. عشان احضر الفتة بتاعتي اول حاجة هحتاج اشوح البصل في زيت الزيتون. هضيف له الطماطم وههرس عليهم فص ثوم. هجيب برطمان فول مدمس وانزل بيه على الخلطة دي، وطبعا اي فول لازم له تحبيشة من البهارات، ملح، فلفل وشوية كمون. وعشان قوام الفتة يبقى مظبوط يلزم له كام معلقة صلصة تمام. وهقلب كل الحاجات دي مع بعض، وعلى بال ما يتسبك الفول هحضر صلصة الزبادي. هحتاج زبادي يستحسن يكون قليل الدسم، هضيف له صلصة الطحينة، هضيف له عصير الليمون ومعلقة كبيرة من خل أبيض. هتبل الصلصة بالملح والفلفل وهقلب الحاجات كويس قوي مع بعض. هجيب العيش المحمص او المحمر واحطه في طبق التقديم. هحط خلطة الفول على العيش المتحمص بالشكل ده، وبعد ما اوزعها كويس قوي على العيش المتحمص هجيب صلصة الزبادي اللي حضرتها والطحينة وهنزل عليها بنص الفول. هزين الفتة بتاعتي بشوية بقدونس مفروم وهقدمها بالهنا والشفا.